السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خويا ريمان يحييكم. عدنا إليكم من جديد. اللي بغينا نتكلموا عليه هو البق. البق ما يزهق. هاد الحشرة اللي كانت منتشرة عندنا حنا واحد الوقت في السبعينات وفي الثمانينات، يامات الكوب ويامات تونيا ويامات كانوا هاد الظواهر الخوت عندنا حتى حنايا في وسط المغرب. انا يعني المساله اللي جاتني في شي شكل هو فرنسا بهذا التقدم ديالها وبهذه التكنولوجيا ديالها وبهذا الاقتصاد ديالها الضخم وديال و يعني عطيها الله بزاف المؤهلات، اولا هي عطات لنفسها بزاف ديال المؤهلات. الله تعالى شاء القدر حاليا ان الله كيبين المعجزات ديالو، ان حشرة صغيرة هجمات على فرنسا وعلى باريس بالخصوص. كنعرفوا اليسار اللي كيحكم في البلدية الفرنسية، يعني من المؤيدين ديال الحشرات وديال الحيوانات، لانهم هما كانوا عطاو واحد القرار ان ما يتقتلوش الفيران وشي حاجه من هذا القبيل هذا، حتى كثروا الفيران بواحد الشكل خطير. ايوا هما ناضوا يعني في التغذيه قال لك حنا بغينا الحشرات وكذا، بدل فاش ناكلوا اللحوم اللي حنا كناكلوها الاغنام الابقار وشي حاجه، قال لك يبدلوا النظام الغذائي ديالهم بالحشرات. والله عطاكم البق، ارى ما تاكلوا حتى تقولوا بركه. انا كنصح الحكومه الفرنسيه انها ما تقتلش البق، انها تجمع البق وتاكلوه. نتوما كدعموا الحشرات، غير الله يجازيكم بخير. اللي بغى يدخل المغرب رشوه بالفليتوكس، الله يرحم لكم الوالدين، ما قادرين الخوت على بق. انهما في الاخر كي كنقولوا ما لقاو ما يقولوا، قال لك المهاجرين هما اللي جابوه. اتضح بان واحد الاخ خرج لهم واحد الرسم بياني على المناطق اللي فيها البق، بان بان معظم الاماكن اللي فيها البق ما كيسكنوهاش المهاجرين. كنعرفوا حنا المسلمين راه كنبقاو ناس نقيين بعدا كوميم، كنتوضاو عندنا 5 المرات، كنغتسلوا بزاف ديال الحوايج. القليل فينا كيغتسل على الاقل مره في وسط الاسبوع، نهار ليله الخميس، نهار الخميس على حساب ليله الجمعه باش يمشي للمسجد. هذا داك القليل فينا، ولكن كيتوضا 5 ديال الصلوات. وكاينين الناس كيدوشوا يوميا، وكاينين الناس اللي ما هما راه فيهم اللي ما كيغتسلش كاع. انا راه كانوا جلسوا حدايا شي فرنسيين وشي المان في التران مؤخرا، والله العظيم لا هربت، اقسم لكم بالله واحد الخنز كيعطعط منهم، وسمحوا لي على هذه الكلمه. انا كنقول كيفاش هاد البشر عايش، وخانزين الخوت خانزين. نط انايا من هذيك المقصوره اللي كنت جالس فيها وخرجت بقيت واقف، يضرب فيا شي شويه ديال البرد، لانني كنت حاشاكم بغيت نرد من الريحه الخانزه ديال دوك الالمان وشي فرنسيين معاهم. واحد الخنز رهيب ومسخين في شكلهم، مسخين في دوك التقاليل. عرفتوا داك التقاليل دوك هو بيضو داير راسطه، ما فهمتش انايا. الوغ كنبقاو حنا المسلمين راه نقيين عليهم كوميم. فينا بعض الموسخين حتى حنايا، ولكن ماشي بالقيمه ديال هذاك الوسخ ديالهم هما، لان حنا على الاقل توارثنا واحد السنه نبويه، اللهم لك الحمد على هذه النعمه ديال الاسلام، الا وهي الاغتسال بالماء والاستنجاء بالماء. اغلبيه الاوروبيين راه ما كيستنجاوش الخوت بالماء، كيمسح بالكاريط وكينوض، ما كيغسلوش، حتى هما ما كيغسلوش. لا حياء في دين، هادشي راه ديال طبيعه البشر. اخر الفيديوهات اللي كنت شفت ديال واحد الصديق ديالي
دير واحد الاستجواب، يعني دير ميكرو تروطوار في ايطاليا، وكيتكلم مع الايطاليات، قال لهم واش في الوقت اللي كتكملوا يعني الاغراض ديالكم في الخلاء واش كتغسلوا بالماء؟ قالوا ليه لا، ما كنغسلوش بالماء، حنا كنكتفيو غير بالمسح وصافي. ايوا الحمد لله على نعمة الاسلام. البق ها هو في فرنسا، الا دخل البق للمغرب هانتوما عقلوا جا على طريق فرنسا، حنا ما عندناش البق. البق ودعوه المغاربه في الثمانينات في التسعينات كاع نقولوا. منين دخلت 2000 ولا عالم اخر، عقليه اخرى، شكل اخر، الناس ولات كتلبس مزيان، كتاكل مزيان، كتهضر مزيان، منقيه في ذاتها مزيان، الحمد لله رب العالمين. هذا داير على مستوى ما راه من قبل راه كانوا الناس نقيين وكذا، ولكن كانت العوامل ديال البق ولا شي حاجه كانت كتكون ناتجه على، يعني كان الفقر واحد الوقت، وكانوا الناس كيبنيو غير بالقصب وشي حاجه بحال هكذا، وكنعرفوا القصب والتراب هو ملاذ بالنسبه لبزاف ديال الحشرات وبعض الحيوانات السامه. اما دابا الحمد لله راه كتشوفوا الدنيا كلها ولات نقيه، لي برودوي كلشي كاين، ولات المنافسه على لي برودوي اكثر من الفرنسيين واكثر من الاوروبيين. الور الا جانا شي بق راه جا من عندهم هما ولا يجيبوا لعندنا، لا يجيبوا لعندنا. الله كيعطي رسائل وكيعطي يعني افكار، كيقول لك شوف بغيتي واحد الحاجه غادي نطلق بها، واش تخلي ما احل الله من الطيبات من الانعام ومن كذا، في الاخر تمشي تبغي تاكل الحشرات. هو الحماق هذا. ايوا البق ها هو جاهم، منهم البقهم، بقهم يبققهم. ربنا لا تبققنا بما بققت به غيرنا، اللهم بققهم ولا نريد تبققا. وهذا الشيء اللي كاين الخوت، هذا دعاء ديال البق. ماشي كنسخر، ماشي كنضحك على الاوضاع. دولة فرنسا بقيمتها وهيلمانها ما قدرش تحارب البق، ما قدرش تحارب البق الخوت، وبيسبيوها في وسط المهاجرين. وشوفوا على خطاب كي عنصري كي داير، ويلوحوا على المهاجرين، زعما نتوما اللي موسخين وانتوما اللي كتجيبوا لنا البق. صدقوا المهاجرين نقيين عليهم الخوت. هذه الرسالة اللي بغيت نقول راه وصلت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.